صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح المنظر الحلو اللي احنا شايفينه ده والخضار الجميل اللي احنا شايفينه. رايحين فين وايه المنظر الحلو ده؟ المنظر ده هتلاقوه بس على طريق دوماتي الجديدة. احنا جينا مشوار دوماتي الجديدة وكنا رايحين في المكان زي ما انتوا شايفين كده وطايرين، والهوا بجد كان حلو قوي واليوم كان حلو اصلا من بدايته. هنا وصلنا دوماتي الجديدة، واول حاجة هتلاقوها هي المباني او العمارات المبنية جديد. دي جنة مصر، طبعا احلى مكان تسكنوا فيه لان بجد الهدوء والمناظر الطبيعيه اللي قدامها، شايفين الحدائق. يعني احلى حاجه بحبها في دمياط الجديده المساحات الخضراء، وبجد مهتمين بالخضار واللي يبقى فيه حدائق والكلام ده بيبقى تحفه. المنظر فيه بيبقى جميل جدا جدا جدا، بجد هتحسوا براحه نفسيه كده وهدوء طول ما انتوا في دمياط الجديده. دي بقى جامعه الازهر اللي هتضم 23 كليه. اما ده فهو ده موقف دمياط الجديدة اللي معمول جديد، سواء شامل كل المواصلات اللي توصلك دمياط القديمة لو انت جاية من دمياط القديمة، او لو انت داخلة دمياط الجديدة من جوه. ده بقى مول كارفور. مول كارفور هيفتح عندنا تحديدا في دمياط الجديدة برضه. يعني هو مبني على مساحة جبارة، هم تقريبا شغالين فيه ليل ونهار لان طبعا المساحة زي ما انتوا شايفين، فلازم الشغل فيه يبقى ليل ونهار عشان يخلص بسرعة. ده بقى المناظر الحلوة والشوارع الحلوة اللي في دمياط الجديدة. بجد بحب شوارعها لأنها بتبقى واسعة ونضيفة. كل ما انت ماشيين هتلاقوا زرع وورود، دي بيحسسكوا براحة نفسية. أما دي فهي دي حديقة دمياط الجديدة اللي احنا شفناها كده خطف. بجد جوه فيه ألعاب وهي كافيهات وكل حاجة. يعني عايزة خروجة حلوة في دمياط الجديدة انت وأسرتك، هتروحي هناك بجد هتحسي براحة نفسية، وهتحسي ان ابنك دايما في أمان وكده، ان طبعا كلها متحوطة بالسور ومش هيخرج برا خالص. شايفين بقى من المتعة بقى وانتم ماشيين فيها كده ساعة العصاري، ياه بيبقى الجو بصراحة تحفة. انا كنتش عايزة اروح. وبجد كل الخدمات فيها، يعني المولات فيها، المحلات، كل حاجة. اللي من كده بقى يقولوا لي احنا كنا ماشيين في الشارع ده، شارع ايه؟ اما ديت في المستشفى العسكري الدمياط الجديدة. طبعا المشوار بتاعنا خطف كده، ودي بقى دار مصر. فالمشوار كان سريع سريع، فبرضه ايه صورتلكوا كده فلوج سريع بس بوريكوا بجد جمال المنظر عامل ازاي. ودي جامعة الازهر قلتلكوا عليها اللي هتضم 23 كلية عشان ما نختربش بره بقى خلاص. كده للأسف كنا خارجين من دمياط الجديدة. بس بجد انصحكوا لو حد بيدور على انه يسكن في مكان فيه هدوء وراحة نفسية ونظافة كل حاجة، يبقى لازم يختار دمياط الجديدة. بجد اختيار موفق. اما دي بقى فدي ميناء دمياط الجديد. حتى بعمل لكم زوم عليه طول ما انتوا بقى ماشيين على طريق دمياط الجديد هتلاقوا الاخشاب وكده، ان دمياط طبعا معروفه بيها. كده بس كنا وصلنا نهايه الفلوج. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا.